صدى المشرق مشاهدينا نتوقف فيه هذه الليلة عند قضية استخدام الجيش الإسرائيلي لنماذج ذكاء اصطناعي لاختيار أهداف القصف خلال الحرب في غزة أو في لبنان. إسرائيل كما هو معروف تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي من مايكروسوفت وأوبن اي اي، كما كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد بريس في وقت سابق من هذا العام. وتضمن التحقيق تفاصيل عن غارة جوية إسرائيلية عام 2023 أصابت سيارة تقل أفرادا من عائلة لبنانية، مما أسفر عن مقتل 3 فتيات صغيرات وجدتهن. خلال ذكرى ال50 لتأسيس مايكروسوفت، قاطعت ابتهال أبو سعد وهي موظفة في الشركة، قاطعت كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الشركة مصطفى سليمان احتجاجا على علاقة الشركة مع إسرائيل. نشاهد هذا الفيديو. Thank you for your process. I hear you. I hear your process. Thank you. Shame on you. You are a war profiteer. I hear you. Stop using AI for genocide, Mustafa. Stop using AI for genocide in our region. You have blood on your hands. All of Microsoft has blood on its hands. فيديو صاخب كما لاحظتم. بعد هذه الحادثة فصلت مايكروسوفت ابتهال أبو سعد، وموظفة أخرى عبرت أيضا عن نفس الاحتجاج. كان هذا الاحتجاج الأكثر علانية، لكنه لم يكن الأول على عمل مايكروسوفت مع إسرائيل. اليوم سنسأل عن المسؤولية الأخلاقية لهذه الشركات والمؤسسات عن استخدام برامجها لأغراض عسكرية قد تؤدي لقتل أبرياء ومدنيين. كل هذا مع السيد أمير النمرات، رئيس مركز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في جامعة شرق لندن، هو الآن معنا من لندن. أهلا بك سيد أمير النمرات. يسعد مسائك ومساء المشاهدين الكرام. مرحبا بك. هناك توتر كبير داخل شركات التكنولوجيا الكبرى، هذا التوتر يزداد بالواقع بسبب العقود العسكرية الموقعة ولا سيما مع إسرائيل. جوجل مثلا فصلت العشرات من موظفيها العام الماضي بعد احتجاجات على عقد بقيمة $1,200,000,000 مع حكومة إسرائيل. عندما توقع هذه المؤسسات عقودا مع الحكومات، هل هناك بنود تضمن أو تحدد طبيعة استخدام التكنولوجيا؟ نعم بالطبع. هناك دائما يعني أكثر من مستند أو كما يقال يعني مرجع يجب أن تعود هذه الشركات في أي عقود، خصوصا يعني هذا أكثر شيء حاليا في الغرب، في أوروبا وفي أمريكا. فأهم هذه يعني الاتفاقيات هي مسؤولية الشركات الاجتماعية، بحيث أن لا تشارك بأي عمل يسبب أي ضرر لأي جهة في المجتمع، سواء يعني أطفال أو سواء نساء أو كبار سن أو جهة حتى أو قطاع اقتصادي ما في بلد ما. فبالتالي هذه أولى يعني الوثائق التي يجب تعود عليها إلى الشركة. وهناك طيب كيف نفسر حصول كل هذا مع وجود هذه البنود التي تتحدث عنها؟ هل هو تراضي مثلا؟ طبعا هذا يعني أيضا كما ذكرنا، يعني أول شيء يعني هناك هذه الشركات الكبرى لديها أيضا ما يتعلق، إذا سمحت لي أن أكمل، نعم. أيضا ما يتعلق لها بميثاق داخلي حول الأخلاقيات التكنولوجية، أخلاقيات المهنة، وبالتالي يعني تؤدي إلى حماية أو تعطي الموظفين الأشورس أو التأمين الكامل بأن عملهم لا يتعارض مع أي قوانين تتعارض مع حقوق الإنسان أو تؤدي إلى أي ضرر لأي جهة أو لأي بلد أو لأي فئة. فبالتالي يعني هناك الكثير من التساؤلات حول هذه العقود، وبالتالي إذا كان هناك يعني بعض الدراسات تقول يعني 45% من الشركات يعني لم تقم بما يلزم فيما يتعلق في الديو ديليجنس، هو التحقق كيف ستستخدم الطرف الآخر أو الزبون هذا، سواء دولة أو شركات أخرى، كيف ستستخدم هذه التكنولوجيا وفي أي مجال. وأيضا هناك في كثير، في حتى على مستوى الكنتري أو البلد، هناك
يتعلق الاكسبورت ليست، يعني هناك قوانين وتتماشى مع القانون الدولي ايضا والاتفاقيات الدوليه حول كيف ستستخدم هذه التكنولوجيا او كيف ستستخدم هذا السوفت وير او هذا البرنامج في هذه الدوله. طيب دعني اسالك سؤالا خبيثا نوعا ما، هل يتغير الامر عندما يتعلق باسرائيل؟ نعم طبعا. أنا الآن يعني لا، هذا الإجابة على هذا السؤال يعني لا تحتاج إلى الكثير من البحث ولا تحتاج إلى خبراء، لأن أصبح المواطن العادي يعني يلاحظ كيف أن هناك معايير تعامل فيها إسرائيل غير التي تعامل فيها بقية الدول في العالم الأخرى. فبالتالي يعني فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فيما يتعلق في موضوع يعني الجينوسايد الحاصل حاليا والقوانين والالتزام الدولي والتزام الدول حتى في القوانين. يعني أفضل إجابة للسؤال لحضرتك يعني وجهنا كيف البارحة كيف أن طائرة الرئيس نتنياهو طارت فوق الكثير من الدول الأوروبية دون أن يرمش لهم رمش حول تطبيق اتفاقية الاعتقال الدولي الصادرة عن محكمة جنائية دولية. صحيح. هل يمكن أن نعتبر بأن هذه الشركات الكبيرة المعروفة عالميا هي متواطئة بشكل أو بآخر بقتل مدنيين أبرياء؟ الآن أيضا كما ذكرت يعني كما تقرير الآن في البداية كان هناك بعض الشكوك، كان بعض الإنكار، ولكن بعض مع الحقائق التي ظهرت يعني كما ذكرنا دائما حتى في يعني في بعض البلدان او في بعض الشركات الكبرى بما يسمى الويسل بلور او المطلق يعني الفضيحه او الصافره في حول عمل يتعارض مع اخلاقيات الشركه او تقوم بها الشركه، وهنا يعني هناك قوانين تحمي هذا. ولكن الان يعني بعد هذه الاحداث التي حدثت كثيرا، وهناك الكثير كما تفضلتي من شركات مثل جوجل مايكروسوفت ومؤسسات اعلاميه ايضا كبيره جدا حتى في لندن يعني تعمل يعني هي متواطئه بشكل ما مع ما يحصل. فبالتالي يعني بالنسبه للموظفين العاديين اصبح الكثير، انا اعرف موظفين في جوجل يعني منذ اليوم الاولى للحرب قدموا الاعتراضات وبيتيشنز وكذا للاداره للتوقف عن الدعم او حتى التفكير او التحقيق، ولكن لم يحدث على شيء. ومايكروسوفت كمان مثال آخر. ونعلم سيد أمير بأن هذه الشركات هي شركات متعددة الجنسيات عالمية تتعدى حتى قوانين الدول، بالتالي كيف يمكن ممارسة رقابة عليها؟ كيف يمكن مقاضاتها أو حتى اللجوء إلى القانون؟ طبعا زي ما ذكرنا يعني القانون الأول هو الانترناشونال لو الذي يمنع أن تقوم أي شركة باستخدام تكنولوجيا او مساعده في عمليات ضد حقوق الانسان. هذا القانون الاصلي. في عندنا جنيفا كونفنشن، اتفاقيه جنيف واتفاقيه روما، فكل هذه القوانين دوليه. وهناك ايضا على مستوى الدول، على مستوى القارات ايضا في اوروبا هذه القوانين واضحه وصريحه حتى لو كانت متعدده الجنسيات يعني. وشاهدنا الكثير من القضايا فيما يتعلق بالبرايفسي في نص عام. كم مره كان فيسبوك او ميتا حاليا كم محاكمتها رغم ان الهيد كورتا في اليو اس اي وفي دبلن في ايرلندا، وتم تغريمها في لمخالفه قوانين الخصوصيه. فبالتالي يعني هذا الموضوع هام جدا وحساس جدا، والادله اصبحت واضحه يعني لا تحتاج كما ذكرنا لخبير لحيث يدرك ان هذه الشركات هي على علم مشمول، ولكن الفيجرز في الكونتراكت هي الاهم بالنسبه لهم. لكن الاكيد ان هذه الشركات الكبرى لديها فرق قانونيه تدرس الموضوع بعنايه وتستطيع ايجاد ربما قرائن للتنصل من هذه المواضيع. فما زالوا لحد هذه اللحظه ينكروا يعني رغم الادله الموجوده. فبالتالي كما تفضلت يعني هناك، انا لست قانونيا حتى يعني بالقانوني، ولكن هناك كثير في الديبيتس حول هذا الموضوع والمناقشات حول يعني مدى اندماج هذه الشركات او مدى علمها ايضا في استخدام هذه التكنولوجيا في حرب الاباده القائمه. لكن بالأخير وباعتبارك خبيرا بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، هل تؤكد لنا أن هذه الشركات الكبرى فعلا تعطي تقنيات لدول، أنا أتحدث هنا عن إسرائيل تحديدا، تساعد أو تساهم في قتل أبرياء؟
طبعا أنا كما ذكرنا يعني التأكيد حول البرامج التي تستخدم حاليا، وهي لا تخفى على أحد. يعني الآن واضحة كل البرامج التي تستخدم حاليا في جنريت التارجتس اللي هو تحديد الأهداف وجمع المعلومات عن أهل غزة والمواطنين، هي كلها تستخدم بتكنولوجيا من AWS. حتى الإمكانيات اللي تستخدم لتخزين هذا الكم الهائل من المعلومات ومعرفة هذه الشركات كيف يتم استخدام هذه البيانات، وإنشاء داتا سنترز يعني في إسرائيل بمليارات دولارات، وتعرف أن المعلومات التي يتم جمعها ويتم تحليلها ويتم استخدامها في التطبيقات العسكرية هي قادمة من هذه بسبب تكنولوجيا هذه الشركات. فذلك يعني كما ذكرنا يعني الموضوع لا يحتاج إلى رأي خبير أو قانوني فيما يتعلق. وأيضا كما ذكرنا يعني الحال في شركات المايكروسوفت يعني لكن على الأقل خبير ذكاء صناعي حتى يشرح لنا يعني أنا هذا ما كنا نريد منك، أن تشرح لنا كيف يستخدم ذلك. ابسولوتلي يعني ابتهال يعني من الناس المتقدمين في هذا المجال في مايكروسوفت، وهي نفسها تشارك. ولكن طبعا يعني هناك حد عندما ترى ان التكنولوجيا والكود التي تكتبه وتستخدمه الان يستخدم او يباع في او يساهم في اباده جماعه، فبالتالي يعني شكرا. they feel complex يعني، فهذا الموضوع كثير حساس يعني. أشكرك سيد أمير النمرات، سعدنا بوجودك معنا، رئيس الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في جامعة شرق لندن. شكرا لهذه المشاركة معنا. شكرا.